معلش انا مش شايفهم يعني. لا، الاستاذ معانا الحاج رمضان، ومعانا الاستاذ شريف المحامي هو المنوط بالقضيه دي. اهلا وسهلا. طيب حضرتك، احنا عرفنا ان حضرتك حبيت كان ليك دور الفتره اللي فاتت ان انت تعرض الورق ده بتاع المشكله دي على كذا حد. محتاجين بس نعرف انت رايك ايه في القضيه اللي قدام مننا دلوقتي. شوف يا فندم، خلينا نقول بوضوح. انا ما ينفعش يبقى عندي قيمه اثريه اتعامل معاها بمبدا خارج المنطق السياحي. تمام. انا عندي منطق سياحي. انا دلوقتي على فكره بكلم حضرتك كمواطن، انا مش عضو مجلس نواب. تمام، احسنت يا فندم جدا، اتفضل. في قيمه اثريه للمكان، وتواصل معايا بعض المواطنين من هذه المنطقه. وانا خاطبت السيد وزير الاثار علشان حتى هم كانوا باعتين لي العنوان في البدايه كان غلط. هم كانوا باعتينه القرار العقار 88 شارع المعز. هو 84 شارع المعز. هم انا بتكلم على اللي اشتكي، يعني اللي كان باعت لي، المواطن اللي كان باعت لي يعني. فانا خاطبت السيد وزير الاثار بهذا الامر، والسيد وزير الاثار رد عليا بوضوح، قال لي ان العقار ده تعدل، اصبح رقم 88 وانه لا يجوز هدمه. ده نص. انا ممكن ابعت لحضرتك حتى رد وزير الاثار. قال ان هو لا يجوز هدمه طبقا لاحكام قانون حمايه الاسرار رقم 147 117 لسنه 82. هو منع هدم او بناء اي مبنى داخل المواقع والمناطق الاثريه الا بموافقه وزاره الاثار. تمام. رجعت خاطبت السيد سياده اللي هو عاطف محافظ القاهره، وقلت له ان في رئيس حي الجماليه، افتكر اسمه الاستاذ ناصر مرسي رمضان، يعني بيتوجه بشكل مستمر الى قاطني هذه المنطقه، وبيتوعدهم بهدم المبنى وعدم انتظار اي احكام قضائيه من نفسه. انا بعت الكلام ده للسيد المحافظ. تمام. وبعت له الرد بتاع وزاره الاثار. دي المخاطبات بتاعت حضرتك نازله على الشاشه دلوقتي يا فندم. ايوه بالظبط كده. وبعت له رد وزاره الاثار، وطلبت منه حتى في بدايه خطابي قلت له ان في جهود مبذوله بتبذلها الدوله المصريه للحفاظ على التراث الحضاري والثقافي والتاريخي. فما ينفعش ابدا ان يبقى التعامل مع الموضوعات اللي من هذا الامر، او يعني من قبل او اللي زي هذا الموضوع، تتعامل معاه بمبدا ان احنا هنهد وخلاص، يعني بغض النظر حتى عن الاحكام القضائيه. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال يا فندم. اتفضل. دلوقتي في ناس سمع حضرتك من ضمنهم، مش عايز اقول ايه بالظبط، بس المهم في الناس دي كانت سامعه حضرتك، وفي ناس رفضوا المداخله كمان على الموضوع ده ذات نفسه، واخرهم محافظ وزير الاثار رفض ان هو يتكلم عن الموضوع ده خالص، ورفض ان هو يعمل مداخله خالص معانا. شايف حضرتك ان الناس دي مش عايزه تساعد المكان ده ليه؟ لا بالعكس، السيد وزير الاثار ردوا عليا كان واضح جدا. ورد مهني جدا، لان هو قال لا يجوز هدمه الا بموافقه وزاره الاثار. طب هو رفض ليه يا فندم المداخله معانا دلوقتي؟ لا يعني انا ما اعرفش طبعا يعني اسباب رده، لكن انا بقول لحضرتك هو رد عليا رد مهني، وحضرتك ماشي الرد بتاعه. الراجل رد محترم للغايه. لكن انا برضو خلي بالك ما عنديش رد من محافظه القاهره يقول ايه سبب هذا الاصرار. يعني ما عندناش رد. هل في خطوره دائمه مثلا على المواطنين من استمرار الوضع ده؟ لازم يبقى في رد من المحافظه. ما هو خطوره ازاي يا فندم؟ ده مكان بقاله 900 سنه، يعني خطوره فين؟ حضرتك انا شفت امبارح ونزلت شفت، وحضرتك شفت برضه وعرفت المكان. لا انا بتكلم، انا بقول لحضرتك فنيا انا ما عنديش الاجابه. انا شخصيا ما عنديش الاجابه. تمام. انا بقول لحضرتك انا خطاباتي صدرت
بناء على عندي قيمه اثريه انا عايز احافظ عليها كمواطن. لكن لازم يبقى في حاجه تقنعني انا شخصيا ان يقول لي لا والله مش هنقدر نحافظ عليها علشان بالظبط. المبنى ده لو استمر كده هيهدد حياه المواطنين مثلا. صح. ويبقى في لجان فنيه من الجهات المعنيه هي اللي بتقول الكلام ده، مش تامر يعني. الكلام ده لغايه دلوقتي ما عنديش رد بيه، وبالتالي انا هصعد الموضوع حتى في مجلس النواب مع لجنه السياحه والاثار بايقاف اي تعديات تتم على هذا المبنى الا بعد صدور احكام قضائيه نهائيه. يا فندم انا بشكر حضرتك.